السلام عليكم. دي مجموعة من أهم الأسئلة الوجودية اللي بنسبة كبيرة إن شاء الله هتجيلك بكرة بعد الساعة 12، فركز معايا كده ومفيش حاجة صعبة. أول سؤال، إزاي المرتب يكمل معايا لآخر الشهر؟ هو ده سؤال مش مهم لكل الناس، لأن في ناس مرتباتها 20 و30 ألف، فدي تكمل معاها لآخر العمر. بس هنقول إجابته لأن الدنيا مش مضمونة يعني. هنفترض إن ده المرتب اللي أنت بتقبضه. أول ما تقبض المرتب هتجيبه وتشيله على جنب، ما تصرفش منه ولا مليم، بكده هيكمل معاك لآخر الشهر. السؤال التاني، ازاي اعرف البنت مالها من غير ما اسالها؟ ده سؤال حلو وبيجي. هنفترض ان دي البنت، فانت شفتها فحسيت ان في حاجه غلط فسالتها مالك. طب لو ما شفتهاش، بتتصل بيك ما بتردش، بتبعت لك ما بتعملش سين، مش هتعرف ان هي متضايقه، فمش هتضطر تسالها مالك. السؤال التالت، ازاي اتاقلم مع ظروفي؟ ده ظرف اهو، وده قلم، تحطه بالشكل ده وتلف كده، انت كده اتأقلمت مع ظروفك. السؤال الرابع، ازاي اراضي جميع الاطراف؟ ده سؤال مهم وبيجي كتير. هنفترض ان دي حياتك، تمام؟ انا عارف ان هي اسود من كده بكتير ومن قلب 60 نيله، بس اعتبر ان انت بادئ صفحه جديده. هنقطع جميع الاطراف بالشكل ده كده، تمام؟ اللي مفكر ان احنا هنقطع الاطراف ونرميها ده حل ساذج. احنا هنولع فيها، لان مفيش اي طرف يستحق ان هو يتراضى غير ابوك وامك، عشان الناس اللي بتدخل تدور على اي غلطه دي. السؤال اللي بعده، ازاي اعمل موف اون؟ ده سؤال مضمون، كده كده بيجي. مفيش حد من اول مره بيحب فيتجوز فيخلف وتظبط معاه كده. انت كل اللي هتعمله ان انت هتحط قدامك هدف، كده كده مش هتوصل له، بس هتحطه وهتحدد له مده قصيره جدا، عشان كل ما دماغك تيجي تفكر تحس ان لا مفيش وقت. بس لو جت في دماغك مثلا في اليوم، او جه في دماغك في اليوم 16 17 مره، ممكن تقلب في الشات بتاعك وتقراه اخر 4 سنين، وتتفرج على صوركم كلها من ايام ما انتوا الاتنين كان شكلكم وحش. غير كده ركز في هدفك ومبصش لاي حاجه تانية. السؤال اللي بعده، ازاي اكون نفسي؟ ده سؤال وجودي فعلا. انت هتكون نفسك من الامثال الشعبيه. يعني انت عندك مثلا النهار ليه عينين، هناخد منه العينين بشرط ان عين منهم تكون عين العقل، فانت كده معاك عينين ومعاك عقل. الحيطان ليها ودان، هناخد منها الودان بشرط ان ودن تكون من طين وودن من عجين، عشان الناس اللي بتحب تاكل ودنك برضو تلاقي حاجه لطيفه. بالنسبه للمناخير مش مهمه خالص. شوف ابو الهول قد ايه عظيم وبيجيله ناس من اخر الدنيا ملوش مناخير. طيب انت كده معاك كل الحواس. طب حد يقول لي يعني انا معايا كل ده وما اقدرش اتكلم؟ هتعدي على اي حد بيشرب تخليه يسيب لك بق. انت كده كونت نفسك. السؤال اللي بعده، ازاي اشتري دماغي؟ انا ده شرحته قبل كده، هسيب لك اللينك بتاعه راجع عليه. ازاي ابقى بني ادم مصري ناجح؟ ده ملغي يا جماعه السؤال ده. احنا قلنا مفيش مصري وناجح مع بعض في نفس الوقت غير محمد رمضان ومحمد صلاح. عايز تاخد الدرجه كامله هتحط مجدي يعقوب وبجرام، تمام؟ بس هو كده كده مش بيجي. بعد ما الاسئله دي بتبدا تخلص منك، المخ بيروح لنوعيه اسئله تانية وجوديه برضو بس بشكل تاني. حاجات زي ازاي اسامح حسين. هتتفرج على راجل وست ستات او القبطان عزوز، هتلاقي نفسك قاعد مبسوط، وهتلاقي عقلك بيقول لك سامح حسين سامح حسين سامح. بس اوعى تتفرج على جيران السعد او كلب دليل، عشان هتزعل منه وساعتها عمرك ما هتسامحه. طيب السؤال ده مش لازم يجيلك بالنص، يعني مش لازم يجيلك ازاي اسامح حسين، ممكن يجيلك ازاي اهادي الجيار، ازاي اهادي الباجوري، ازاي انادي سموحه. تمام؟ انت عرفت الطريقه اللي بتحل بيها. وفي النهايه حابب اقول لكم ان انتوا ناس فاضيه وانا كمان فاضي، فتعالوا نشوف اي يوم كده وننزل نعمل اي حاجه. جزاني وجزاكم الله كل خير.